ليست حق الغني وإنما حق الفقير، مبنية على حيلة مسبقة. نعم، هذا الذي يعني للأسف الشديد يقع فيه بعض الناس. وعندنا سؤال في نفس هذا الصدد، يقول لك: هل يجوز يعني إعطاء الزكاة للجمعيات الدينية من أجل يعني شراء بعض الجوائز والهدايا من أجل تكريم حافظة القرآن الكريم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز إعطاء الزكاة لأي جمعية أو هيئة تعطيها المال من أجل أن تشتري جوائز وتعطي هذه الجوائز للطلبة الفائزين، لأنه قد يعطى هذا الفائز من الزكاة وهو غني. وكذلك لا تعطى أموال الزكاة للرجال اللي يبنوا فيها المساجد، فلا تبنى المساجد بمال الزكاة، لأن مال الزكاة هو أوساخ هذا المال، وهذا المسجد هو بيت من بيوت الله، فنبني هذا المسجد بمالنا يعني الطاهر الطيب يعني. فنقول لا يجوز جمع مال الزكاة من أجل أن نشتري جوائز لطلبة العلم ولا لبناء المسجد، وإنما يجوز أن نعطي طالب العلم إذا كان فقير نعطيه الزكاة ليشتري محفظة، يشتري كتب، يشتري مستلزمات الدراسة، أو يأكل ويشرب ويكسب. طالب العلم نعطيه ما يكفيه، يعني نعطيه ما يكفيه من المال من مال الزكاة. شيخنا بارك الله فيك، ما زلنا دائما في موضوع الزكاة. سائل يسأل يقول: هل تمنح الزكاة من أجل إيجار مسكن؟ احنا معروف أنه عندنا أزمة سكن، الموظف يعني الراتب نتاعو ما يكفيش أنه يشتري به يعني مستلزمات الحياة الضرورية، وإحنا مضطرين مثلا إيجار في السكن. إيجار في السكن مثلا في العاصمة يختلف عن ولاية أخرى. هنا هل هذا الموظف يجوز نمنحوا له أموال الزكاة من أجل إيجار مسكن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، إذا كان الفقير ولا المسكين ما عندوش سكن يأويه، فنؤجر له سكن ليؤوي الفقير والمسكين، وهذا الإيجار مأخوذ من مال الزكاة. قال العلماء والفقهاء: نعم يجوز. وقد قال كثير من الفقهاء والعلماء: يجوز أن نؤجر له سنة كاملة. ولكن يطرح سؤال: هل يجوز أن نؤجر له سنتين أو ثلاثة من مال الزكاة؟ قال بعض العلماء يجوز، ولكن هنالك فتوى لبعض العلماء قالوا لا يجوز أن تؤجر له سنتين أو ثلاث، وإنما تؤجر له سنة واحدة، لعل وعسى أنت تؤجر له سنتين من مال الزكاة، وهذا المال بدل مش تعطيه الفقير أعطيته لهذا أجرة سنتين من الإيجار في السكن، وفتح الله عز وجل عليه وأصبح هذا الغني، وهذه وحده يعني استشراف الحال. والنقطة الثانية أيضا زكاة نعطي لهذا سنة إيجار، وبلك واحد آخر ثاني ما عندوش سكن نؤجر له سنة واحدة أخرى. هذه أقوال واجتهادات بعض يعني حتى تتعدد المنافع، ما تكونش محصورة في شخص واحد. نعم. ما زلنا أيضا في